بعضهم جند برنامجه بدون تحديد اسماء، جند البرنامج الحديث عن سامي الجابر وخط السلطان، وكأن السلطان عمل شيء من محظورات، يعني محظورات كبيرة جدا. كان يسجل هو بنفسه جول لما نخرج نشاهد شخص مقدم برنامج 3 حلقات متتالية يتحدث عن خطأ. أعتقد سامي الجابر دخوله خطأ، دخوله خطأ صح. وهو على فكرة ترى في يوم المباراة اتصلت فيه قال أنا أعترف إني أخطيت وأنا انتبهت لنفسي ومتقبل أي قرار وأنا أستحق العقوبة. طيب صح. عرفت علي؟ التهويل على دخوله وحتى قرار اللجنة بأنه كأنه أثر على سير المباراة. طارق ليش؟ وين أثر؟ طيب خليني أقول لك وين أثر؟ طارق يعني شو اسمه المراقب مو مراقب عفوا حكم الراية مساعد عبد الله مساعد قال إنه خطأ. لحظة خلي شوي. ليش؟ خلي ليش هذا يعني ليش البرنامج هذا الضغط الإعلامي بغض النظر؟ لا ليش الضغط الإعلامي بشكل عام ما أتكلم عن أحد أنا. ليش الضغط الإعلامي؟ مش إنه عشان سامي الجابر خلي اسم. شوف سامي شوف طيب عادي هذا شئنا ولا أبينا ما تعود هو شئنا ولا أبينا. يعني بعض اللعيبة شوف في بعض الناس لهم دورة زمنية كلاعب ينتهي، في بعضهم لا يظل دورته سارية، ذكاء قوة شخصية، يقرأ الأمور بشكل صحيح. فيه الآن محللين كان ما كلاعيبة كانوا متواضعين لكن اشتغل على نفسه وبدأ من جديد كناقد. لكن الحرب على سامي الجابر لها مغزى ولها مقصد. أحيانا يحارب سامي من لا شيء لإرضاء أشخاص أطراف آخرين وأنا أعرفها زين، ويعلم هذا المقدم ويعلم إنه إرضاء لمين. إحنا نبحث عنه. أنا قلت كرة اللي الكرة اللي طلعت برا، قلت طلعت برا وأنا أمنيت إنها في الباب، وهدف الاتحاد على الاتحاد تسلل، نعم تسلل، وهذا في أخطاء في اللعبة، في أخطاء في اللعبة، ولكن خلينا نكون إحنا محايدين. نبغى ناس كرة قدم تكون نظيفة حتى خارج الميدان. سامي الجابر مو ذنبه انه نجح. لا بس ما جديد الحرب على سامي. اذا كانت الحرب لحظة ابو فارس، انا ما يخصني سامي الجابر، ما يخصني سامي الجابر اللاعب الهلالي، ما يخصني سامي الجابر المدرب الهلالي. لا كريزما انا اتحدث عن سامي الجابر مدرب الشباب، اتحدث عن المواطن سامي الجابر. ليس المقصود فيها لا الشباب برا الموضوع، المقصود فيها سامي الجابر لانه هلالي. انا ما اعرف او لانه سامي. انا اقول ليش كذا؟ اذا عندك مشاكل انا ما من تلميحك مقدم البرنامج الموسم الماضي برضو نفس الحملة شانها موسم كامل على الأهلي. طيب في الأخير الأهلي أخذ الدوري. وعلى فكرة نفس اللقطة ونفس دخول رئيس نادي قال أنا ماني وكيل على شو اسمه على كرة القدم.